أية متزوجة في الليالي الطويلة تشتاق المرأة إلى مهرجان من التأوهات. تطرف هو ربما أو تناقض، لكن الآخر في حياتنا قد يكون مصدر سعادتنا أو هو الشقاء. لا يمكن أن يعيش الإنسان بنصف مشاعر ونصف تأوه. اللعنة على زواج محروم من صرخات لذته. كثيرا ما قالت سارة ساخطة تحدث نفسها، وقد كتبت العبارة ذاتها في يومياتها أكثر من مرة: ليست كل متزوجة زوجة بالضرورة، فرق أن تكون المرأة متزوجة وأن تكون زوجة. أن تكون متزوجة فهذه صفة ما هي عليه، أما أن تكون زوجة فذاك يعني زوجا وعاطفة وسريرا. ترجع سارة قصص بعض صديقاتها، نورة، ليلى، سعاد، عفراء وغيرهن، نصفهن سعيدات أو على الأقل راضيات بحياتهن، مجرد راضيات، إذ هناك فرق بين السعادة والرضا. السعادة هي شيء تصنعه باختيارك، والرضا شيء تجبر على التعايش معه. تعيسة امرأة لا يحبها زوجها، وكارثة إن أصبحت مطلقة. لسارة صديقة تزوجت ابنتها في سن الطفولة برجل يكبرها بأكثر من 35 عاما. طلقت الصغيرة باكرا ولم تكمل عامها الأول بعد. عادت إلى بيت أهلها مكسورة، وقد افترس العجوز كل ما فيها حتى بقايا الطفولة. أصبحت مطلقة ولم تكمل عامها 17 بعد. كان يضربها، وعندما عادت إلى بيت أهلها مطلقة ضربها أبوها. لماذا لم يجرؤ على ضرب زوجها؟ أتعرفون لماذا؟ لأن الزوج الكبير كان إمام مسجد، رجل دين وتقوى كما يقول الأب، ولا يمكن لرجل التقوى أن يخطئ. ابنته هي المخطئة. هدى الصغيرة ما أرادت يوم ضربها أبوها أن تخبره أن الرجل التقي كان شاذا. رغم ذلك ارتضت شذوذه حتى مل هو منها من كثرة ما ضربها. ما مصير هدى؟ أمها صالحة اتصلت بسارة البارحة تتمنى أي زوج لطفلتها، لكنها طلقت توا. قالت لها سارة: تجرب حظها مرة أخرى، لما لا تمنحينها فرصة ترتاح فيها من التجربة الأولى ثم تختار؟ وكيف ستختار وتختار من هي مطلقة؟ وتحمد الله أن وجدت من يقبل بها، لكنها ما تزال صغيرة وجميلة، وستجد شابا يلائمها. الشباب يبحثون عن امرأة ثرية أو فتاة عذراء. الكلمة الحمقاء مرة أخرى: عذراء. ما الفرق بين العذرية واللا عذرية؟ حتى هذه الصديقة الكبيرة المثقلة بتجارب الحياة تردد ما يقوله الرجال: الشباب يبحثون عن فتاة عذراء. بقدر ما تهبون الحياة خبراتها تسلبون قوة التفكير بالقوة والمقدار نفسيهما. وأم هدى مثال على ذلك هي أيضا. ترى العذراء أفضل. ماذا لو لم تكن عذراء وأجرت عملية جراحية؟ تساءلت سارة وهي تخط بعض يومياتها. تسكن العفة بين الفخذين، العفة في العقل. هكذا أنهت جملتها وأقفلت كتابها. كان الوقت بعد الظهر عندما تمددت على سريرها وهي تتذكر حديث صديقتها عن ابنتها المطلقة. السرير عريض جدا، يبدو لمن يراه من زاويته كحديقة صغيرة تقف في أحد أركانها وردة وحيدة عليها آثار وعطش، ولا من يروي ترابها. أحيانا تبدو الحديقة كملعب فيه لاعب واحد فقط، أما الآخر فغائب معظم الأحيان، وإن حضر كان أداؤه ضعيفا. أحيانا لا يكون بالمرة. هل يجب البحث عن لاعب آخر؟ تغمض عينيها لحظة قبل أن تنهض، وقد تناهى إلى سمعها بكاء أحد طفليها. تهرع إلى حجرته حيث الخادمة تغير حفاضة. تولى المهمة عن الخادمة، تضم طفلها إليها بينما ينظر إليها الآخر مبتسمة.
تصدر منه ضحكة فيها براءة السماء، ترفعهما إليها وتحضنهما، ثم تدندن أغنية وهي تتأرجح يمينا ويسار، تفكر كيف ستمضي السنوات سريعة ويكبر الصغيران وتبقى هي وحدها. تساءلت وهي تضعهما في سريرهما ماذا ستفعل عندئذ؟ كان لسارة نظام صارم برغم حنانها في تربية طفليها، لعلها ندمت على ذلك لاحقا عندما خلق خوف الصغيرين منها حالة سكون أكبر مما تحتاج إليه. هي التي اشتاقت إلى الصخب، عادت إلى غرفتها واستبدلت ثيابها بأخرى أكثر شفافية وإثارة. في مخدعها صمت وهدوء ومرآة، كل عناصر الإثارة اجتمعت في تلك اللحظة في جسد طافح برغباته. تنظر إلى نفسها في المرآة، تجلس على المقعد، تسرح شعرها، تضع قليلا من عطرها الذي تلقته أخيرا هدية منها، تحضن فرشاة شعرها وتنظر مرة أخرى إلى تفاصيل وجه المرأة التي أمامها. أحيانا ما كانت تعرفها، تنتصب واقفة تتأمل الجسد الرخامي وراء الشفاف يتدور جوعا. قبيلة من الرجال يبيد بعضها بعضا من أجل جسد كهذا أو قطعة منه. سارة أجمل مما تعتقد المرآة، وجوعها أكثر اشتهاء لرجل غائب. لو قدر لامرئ أن يرى سارة تلك اللحظة لأقسم أن زوجها أكبر حمار عرفه تاريخ الحمير. حتى المرآة اشتهت سارة، بينما السرير يبتسم ساخرا وقد تجمدت قوائمه من قلة حراكها. لم يهتز هذا السرير منذ وقت طويل، لذلك استحق أن تطلق عليه اسم أبي الهول. صامت لا يتحرك كمن خلق ميتا منذ آلاف السنين. لو كانت كتلة الخشب الماهجني هذه تتحدث، لو كانت الحيطان تتحدث، لو كان اللون الأحمر يتحدث، لتدفق سيل من حمم الشوق إلى خارج الغرفة، فخارج المنزل، فخارج الحي، حتى التلة المطلة على المدينة، حيث تلتقي الأرواح المعذبة في وحدتها. بهدوء تدير الموسيقى التي تحب، سيمفونية لشوبان. تذكرها السيمفونيات العالمية بشيئين: عظمة الإنسان ونشرات الأخبار في التلفزيون السعودي. لا أعرف من أختار أجمل السيمفونيات لتكون خلفية أخبار ملأى بالنفاق والعنف، تساءلت في تهكم. كان الوقت صباحا وشوبان مرحب به في أي وقت، أحيانا تستبدله بموسيقى أكثر صخبا. الهدوء في حياتها أعظم من صمت الموتى. كانت سارة قد نسيت الرسالة التي كتبتها إلى رئيس التحرير قبل أسبوعين أو أكثر، نسيت حتى ما جاء فيها. تذكرت ذلك عندما رفعت عينيها عن كومة من المجلات بقرب سريرها أبي الهول. بعد قليل سيتصل بها زوجها ويخبرها أنه قادم بعد يومين. حضوره هذه المرة قد يكون مميزا، لأنها قررت أن تتحدث معه عن وحدتها الطويلة. هو المسافر دائما، أن تريد أن تقترح عليه التقدم لوظيفة تملأ بها وقت فراغها، أو تنتظر منه أن يقترح عليها ما يزيل الوحدة الطويلة عن أيامها. أي اقتراح كانت جاهزة له، ولو كان تلاقيها منه. بالأمس كانت وحدتها أقل حدة يوم زارتها بعض صديقاتها. أولى الحاضرات كانت عفراء، سعيدة ومرحة. هذه العفراء لا تغادرها الابتسامة ولا علبة المالبورو. التفاؤل الذي تحمله يحتاج إلى إرادة، لكنه مع سارة يحتاج إلى معجزة. ربما خلقت عفراء من مطاط قادر على امتصاص الصدمات في حياتها. ليوفقها الله، دعت سارة لها وهي تلقي بجسدها على السرير وتنظر إلى حيث تكومت بعض المجلات بقرب سريرها. تستل مجلتها من الكومة وهي تهيئ نفسها لاستقبال زوجها، لكن أمامها يومين، فلما تستعد منذ الآن؟ ثم كيف تستعد؟ تطالع ساعتها
وتعتدل في جلستها وهي تفكر في صنع بعض الحلوى لأقرباء سيزورونها في المساء. لا يزال الوقت مبكرا على أي حال. تضم رجليها في زاوية حادة وقد أسندت ظهرها إلى رأس السرير، تقلب صفحات مجلتها. بعد فترة هدوء وتأمل في اللاشيء تنهض كي تضع شريطا موسيقيا قبل أن تعود إلى سريرها بثيابها الشفافة، وقد انكشف جزء من ساقها حتى الفخذ. تداعب قليلا ما انكشف، ثم تداعب أكثر، ثم تغطي جزءها وهي تستغفر الله وتستعيذ به من الشيطان. تعود إلى مجلتها التي انكفأت على وجهها، تقلب صفحاتها بادئة بالصفحة الأخيرة. أحست بنعاس يفرض حضوره جنبا إلى جنب، مع رغبة تجاهد في الحضور. تستعيذ بالله للمرة الثانية وتعود إلى مجلتها، تقلب الصفحات سريعا، تاركة أمر ما يستحق القراءة إلى وقت آخر. ربما يكون بعد غد هو الأفضل للقراءة عندما يعود خالد زوجها. يجب أن تشتري الكثير من المجلات إذن. لم تكن صفحات البريد تعني لها الكثير، بل لم تكن قارئة لها. ناقدة جيدة هي ربما، لكن ليس بالضرورة قارئة جيدة لرسائل الآخرين. صفحت المجلة حتى وصلت إلى صفحة البريد. وقعت عيناها على رسالة لإحدى القارئات بحجم ربع صفحة في موضع لا يرى بسهولة. جذبها عنوان الرسالة: عن أي خيانة تتحدثون؟ عندما قرأتها من باب الفضول لكونها الموضوع الذي أثارها منذ فترة، تطلب الأمر أكثر من قراءة واحدة كي تتأكد أن ما تقرأه هو الرسالة التي كتبتها بنفسها قبل أسبوعين أو يزيد. كانت الرسالة المنشورة تختلف عن تلك التي كتبتها، تختلف كثيرا جدا. شيئان جعلاها تعتقد أنها رسالتها: عنوان الموضوع واسم المرسلة سارة. استغربت وفكرت ثم تساءلت: هل هذه هي الرسالة التي كتبتها؟ هل هذه العبارات الممسوحة كلماتي؟ لا شيء تماما، لا شيء له علاقة بالرسالة التي كتبتها سارة يمت بصلة إلى ما هو بين يديها. هل تعلمون ماذا فعلت سارة؟ لا شيء. تمددت على سريرها وأغمضت عينيها وعادت تداعب نفسها من جديد بلا استغفار.